السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نظبط المنبه في الموبايل على وقت معين وساعة معينة بالدقيقة او بالثانية، وتصحى في الوقت المناسب. او انت بتروح الشغل بدري، معاك اطفالك بيروحوا المدرسة الصبح، ايا يكن الميعاد اللي انت عاوز تصحى فيه، فانت محتاج تظبط له منبه. فانا في الفيديو ده هعلمك ازاي تظبط المنبه بالطريقة الصحيحة. بص، عشان تظبط المنبه في التليفون اول حاجة لازم يكون معاك تليفون، وتاني حاجة مش شرط التليفون يكون فيه منبه. ليه؟ لأن كل التليفونات أصلا فيها منبه. بص يا صاحبي، عشان أسهل عليك المشوار وأختصر عليك الطريق، وبدل ما تلف وتروح وتيجي وتيجي وتروح، المنبه وش كده موجود في الساعة. فين الساعة يا صاحبي؟ هتقولي تاني واحدة من على الشمال. جدع يا صاحبي، هتختار الساعة. ثانية بس الساعة تفتح. بص يا صاحبي، المنبه الساعة، ساعة الإيقاف المؤقت، هو المنبه يا صاحبي اللي هو أول حاجة. هتدوس، هو مختار المنبه اهو بالأحمر، هتدوس على علامة الزائد. بص يا صاحبي، فتح معاك بقى، وليكن مثلا أنا عايز أظبطه على الساعة 9:20 مساء. بص يا صاحبي، هذا المنبه، وهنا تختار اسم المنبه، وهنا تختار تكرار كل يوم ولا يوم معين، وهنا تختار النغمة، وهنا تختار الاهتزاز والغفوة وجميع اختيارات المنبه. وبعد كده يا صاحبي تدوس على علامة حفظ. بص يا صاحبي، حتى تلاقيه بص كاتب لك 22 من الساعات و55 من الدقائق، وهيرن المنبه يا صاحبي. بس يا صاحبي، دي طريقة تشغيل المنبه بالطريقة الصحيحة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.